برحب بيكم. اولا النهارده معانا وصفه جديده وهي عمل الفطاير المحشيه، وهي شبيهه شويه بالفطير اللي هو المصري اللي هو الفطير المشلتت، بس مع اختلاف التكنيك بتاع الفرد وكميه الطبقات مختلفه شويه، لكن العجينه البيسك الاساسيات واحده. يعني اول حاجه معانا 3 كوبايات ميه، معلقه كبيره من الخل هدوبها في الميه مع معلقه كبيره من السكر ورشه ملح، وهبتدي ادوب كل المكونات مع بعضها في الميه. بعد كده هبتدي انزل بالدقيق بالتدريج حبه بحبه لغايه ما كله يتعجن وتعمل عجينه متماسكه. في طريقه تانية بندوب في الميه زي اللي احنا عملناها، معلقه السكر معلقه الخل ورشه الملح، بس في طبق العجن بحط الدقيق وابتدي انزل بالميه بالتدريج. في كلتا الحالتين لازم يبقى معايا نص كوبايه ميه زياده ونص كوبايه دقيق زياده، لان كل انواع الدقيق مختلفه. في دقيق بيحتاج ميه كتيره، بيحتاج ميه قليله حسب نوع الدقيق. واهم حاجه ان احنا نعجن عجينه كويس. استغنيت عن الجوانتي لان عملية العجن بالجوانتي صعب جدا، بيلزق في العجينة وبتبقى عملية صعبة جدا ان انا ابتدي اعجن بالجوانتي. احنا زي ما احنا شايفين انا حسيت ان العجينة محتاجة دقيق، فابتديت حطيت حبة دقيق تاني وابتدي اعجن لغاية ما العجينة تبقى متماسكة زي ما انتوا شايفينها. هبتدي بقى عندي زيت، ده زيت خضروات، هبتدي ان انا ادهن الكوره اللي عملتها دي من العجينه بالزيت، وابتدي اغطيها ب اي حاجه اغطيها بيها. انا غطيتها بمشمع بلاستيك، كيس بلاستيك، وهسيبها ترتاح لمده نص ساعه، وكل ما تسيبيها كل ما تبقى احسن. انا بوريكم هنا قد ايه العجينه حلوه وجميله وناجحه. بعد كده بعد ما ارتاحت نص ساعه ابتديت اخد منها اعملها كور زي ما انتوا شايفين، كورها كور وارصها في صينيه تانية. بعد ما اخلص تقطيع العجينه واقسمها الكور هبتدي برضو ادهنها بالزيت وهسيبها نص ساعة تانية ترتاح الكور. بعد العجينة ما ارتاحت بفردها كرة كرة على شكل قرص، وبعدين عندي زبدة في درجة حرارة الغرفة، أنا معايا 300 جرام. هبتدي اخد الزبدة وادهن بيها سطح القرص اللي انا شكلته، وبعد كده ببتدي ألمه على شكل منديل، ومن منديل ارجع تاني اشكله بحيث ان هو يبقى شكله زي الكورة كده.
بسيبها تستريح واغطيها بكيس. بعد كده هوت بجيب واحدة واحدة بعد ما ترتاح وابتدي افردها مرة تانية زي ما انتوا شايفين. وهبتدي بقى احط الحشو اللي انا عايزاه. بندهنها برضو زبدة ونحط الحشو اللي احنا عايزينه، سواء مربى، جبنة بيضة، بسطرمة، مثلا موزاريلا، اللي انتوا عايزين تحطوه حطوه جوه الحشوة اللي تحبوها. يعني في بيحطوا لحمة مفرومة، اللي انتوا عايزينه. بعدين بنرجع نلمها تاني على شكل منديل. الحقيقة انها طالعة جميلة جدا، هتعجبكم. جربوها بالطريقة دي وحاجة سهلة جدا. وارجع احط زبدة زي ما انتوا شايفين واقفل على اعملها زي منديل كده يعني. الكور اللي انا عملتها هبتدي ان انا ارصهم بالشكل اللي انتوا شايفينه في الصاجان اللي هتخش الفرن. والصاج اللي هيخش الفرن قبل ما يدخل ببتدي افرد واحده واحده بالشكل زي ما انتوا شايفين كده. شايفين قد ايه العجينه جميله وقد ايه في هوا بين الطبقات. اتمنى ان طريقتي تعجبكم. الفرن على 450 وبنخلي بالنا منها. اول ما نلاقيه كده زي ما انتوا شايفين احمر بنطلعه من الفرن. اتمنى يكون عجبتكم طريقتي. باي باي.